لو قدامي يوم واحد بس قبل ما ابعت الرواية بتاعتي للنشر، فدول 3 حاجات هتأكد ان انا عملتهم في الرواية. اولا، اني استخدم الحواس ال5 في المشاهد. هما ايه؟ السمع، البصر، الشم، التذوق، اللمس. ولكن لما هاجي هستخدمهم حسب الموقف. يعني مثلا لو البطلة بتاعتي دلوقتي موجودة في الغابة، فهي كده ممكن تسمع صوت العصافير، هتشوف، طبعا هوصف الغابة ذات نفسها، هتشم ايه لو مفيش حاجة مميزة خلاص. ولكن لو هي دخلت حقل مليان ورود، فهنا انا ممكن اوصف ريحة الورد. تذوق، لو هي اكلتها مثلا توت بري، فهنا ممكن اوصف طعمه. طيب ما اكلتش يبقى مش هوصفه. اللمس، لو في حاجة مميزة شبه مثلا ملمس الخشب اللي هي سندت عليه، هنا ممكن اوصفه. طيب ده ما حصلش، مش محتاجة ان انا اوصف حاجة. لعبة الحواس ال5 مش ان انت تحشرها في المشهد، وانما ان انت تستخدمها بشكل ذكي. المشهد محتاج ايه؟ قبل ما نكمل الحاجتين التانيين، احب افكرك على السريع ان روايتي ان شاء الله هتكون موجودة في المعرض، سواء اثير او لهيب التانيين، ونفسي هكون موجودة يوم الجمعة 23. الحاجة التانية